يمكن النهارده بنتكلم عن 3 لعيبه من نادي اصحاب الجياد انتقلوا بدون طبعا علم النادي، ولو النادي له حق بيتم ضياع اي حق للنادي في لو عامل عقود للاعبين. يعني هنعرف طبعا من خلال لقائنا حول هذا الموضوع. بيسعدنا ان يكون معنا الاستاذ محمد العزيزي المشرف على قطاع كره اليد بنادي اصحاب الجياد. استاذ محمد برحب بحضرتك واهلا بيك معانا. اهلا بيك. انا قلت مواليد 94 و96 مظبوط. 2 في 94 1 96 2 و1 النهارده قبل ما ادخل الاستوديو على لسه هربان قبل ما حضرتك تيجي. لسه جاي تليفون فورا دلوقتي ان هو سافر النهارده الساعه 4. طيب سن صغير ده 94 يعني اكيد هم في كليات او مدارس، مثلا مدارس اعتقد 94 اللي يبيع وطن ويبيع نادي مش هيبيع على مدرسه. يعني هو بيعمل لا يعني حضرتك اكيد عرفت لان في 2 قبل كده 94 قبل كده. بس هي القصه لها ابعاد ثانيه وابعاد مختلفه خالص. طب اتفضل حضرتك نسمع منك قصه. يعني معلش استاذن حضرتك. انا فوجئت بواحد جاي بيتصل بيا بيقول لي احنا نادي الجيش القطري وعايزين بعض اللعيبه من عنده. فانا رحبت بيه، راجل محترم جدا جدا جدا. وقبل ما يدخل النادي استاذن مننا، وفعلا قلت له اتفضل يا عم احنا تحت امرك، اتفضل شوف اللعيبه واللعيبه اللي تعجبك احنا مستعدين وتحت امر حضرتك. الراجل فعلا بمنتهى الاحترام ومنتهى الذوق دخل اتفرج على اللعيبه واستاذننا ان انا اصور حتى مجموعه من اللعيبه. قلت له اتفضل صورهم وخرج من النادي. قال لي انا هسافر وان شاء الله هخاطبك بشكل رسمي، احنا محتاجين فلان وفلان وفلان وفلان. خلاص يا عم احنا متفقين، ما فيش مش معروف هو ما كانش لعيب يد في اسكندريه او لعيب قديم ما تعرفوش حضرتك؟ الحقيقه انا شخصيا ما كنتش اعرفه بس يعني انسان مهذب، انسان محترم على خلق. على طول جاء في ذهني ان الموضوع ممكن ياخد شكل غير قانوني يعني تاخد بحضرتك. على طول سرعنا في نفس الموضوع وكلمت، عملنا اجتماع في لجنه رياضيه وعرضت عليهم الموضوع وبعتنا بالاتحاد المصري لكره اليد فاكس. يا جماعه احنا عندنا في ناس سماسره وفي ناس جايين بيشوفوا اللعيبه، فافيدونا احنا نعمل ازاي، وخصوصا ان اللعيبه دول هو وبراعم صغيرين. مفيش تعاقدات معاهم طبعا. مفيش تعاقدات بتكتفي بتسجيل في مسجل في الاتحاد المصري. تمام. سجل الاتحاد المصري ما يستطيعش ينتقل من نادي لنادي هنا الا باستغنى من الصدر من النادي بتاعه. تمام. بعتنا الفاكس وقعدنا قلت برضو انا بامن نفسي، يعني بامن النادي بتاعي بامن حقوق. الراجل الحقيقه كان محترم جدا، ما عملش اي اجراء. كلمني بالتليفون قال لي انا مستعد ابعت لك. قلت له احنا المراسلات بتاعتنا بتبقى على فاكس النادي وبشكل رسمي وبشكل صريح. يوم او يومين فوجئت بواحد تاني جايني المكتب جايب لي جواب بيقول لي انا من نادي السد القطري بحضرتك واحنا عايزين لعيبه عندكم نختبرها عندنا. قلت له طب جاب لي صوره جواب، انا عايز اوريها لحضرتك برضه بس اقراها لسعادتك. ده صوره الجواب. دي صوره الجواب لو هي واضحه او باينه. طب حضرتك اقراها مصوره يعني. بيقول من منطلق العلاقات الطيبه التي تربط بيننا نامل التفضل، خلي بال حضرتك نتكلم، بالموافقه على تسجيل اللاعبين المذكورين ادناه ضمن كشوفات فريق النادي للناشئين لكره اليد الفتره من 21/3 حتى 12/4 لتجربتهم لبحث التعاقد معه. يعني عايزني انا كنادي اوافق له ان هو يسجل اللعيبه دي عنده عشان بعد كده يجربهم ويقول هتعاقد معه وتعاقد معه. الحقيقه انا عايز بس اكد على ان التوقيع انا شكيت فيه، التوقيع المسؤول في نادي السد القطري باسم السيد جاسم سلطان الرميحي امين السر العام. انا تشككت في التوقيع، انا يعني كنت عايز اوضحها عشان اشوف انا عارف دلوقتي ان الناس شايفيني في خطر. تمام. هي مش باينه حضرتك لو كان ممكن اتفضل. الحقيقه خدت الجواب. ما اتصلتوش بيهم على فاكس او حاجه النادي هناك ولا ما انا جاي مع سعادتك. قلت له والله يعني الجواب ده يا ابني ده صوره جواب ما تمشيش معايا، راسلني بشكل رسمي على النادي وانا مستعد ل3 حاجات. عايز تجرب اللعيبه دولت اهلا وسهلا، النادي مفتوح في اي وقت حضرتك تشرف اتفضل. او حضرتك عايز تستعيرهم لمده معينه قول لي والله انا هستعيرهم بقد كده، بتاخد اعاره وانا عايز مشروطه بقد كده، لكن بالشكل ده انا مش وعملت في نفس اليوم لما تشككت في الجواب ورحت عملت محضر بالواقعه ديت رقمه 2187 لسنه 2012 اداري الرمل حفاظا برضه على حقوق النادي. فوجئت بعد يوم او 2 المدير الفني عندنا جايب لي الجواز السفر بتاع احد اللعيبه. خدت جواز السفر بيقول لي ده يعني عشان ما يسافرش ومش ما يسافرش وبتاع. خدت جواز السفر وحطيته. بعد يوم كمان فوجئت بالرئيس اللجنه الرياضيه بيتصل بيا، محمد جواز السفر عندك بتاع اللاعب؟ قلت له قال لي طب تعالى لي فورا عشان الناس. شوف يا استاذ احمد الكلام اللي انا بقول لحضرتك ده على مسؤوليتي الشخصيه. جايبين بلطجيه وجايبين صيع وجايين عندي عشان ياخدوا جواز السفر. والله بالعافيه قوه. طب وازاي ياخدوا من النادي بالعافيه؟ الحقيقه انا خدت جواز السفر ورحت الراجل فعلا فوجئت بكم من البشر مهول، كم كبير جدا وراجل في موقف صعب جدا ومش عارف يعمل ايه. ممكن يكون قريب اللعيبه مثلا، قريب اللعيبه قريب اللعيبه اهله تمام ما انا اقصد كده يعني. طبعا اضطرينا تحت الضغط ان احنا ندي الناس جواز السفر مع وعد منهم ان الولاد مش هيسافر غير من النادي. فوجئنا ثاني يوم الساعه 4 عرفت المسافه ب2 لعيبه. واحد اسمه يوسف رمضان محمود مواليد 94 رقم قيده 9393 ولاعب ثاني اسمه محمد سامر اسماعيل مواليد 94 رقم قيده 8056. ما كانش في قدامنا غير ان احنا نعمل
اجتماع للجنه الرياضيه على طول عشان نبحث الموضوع، وبعتنا الكلام ده، وخدنا قرار في اللجنه بتاعتنا بايقاف اللعيبه طبعا لان هي سافرت، وحالتهم التحقيق حين عودتهم ده اذا رجعوا. وبعتوا للاتحاد المصري لكره اليد، بعتنا للاتحاد المصري لكره اليد فاكس تاني، وبعتنا للاتحاد الدولي لكره اليد فاكس تاني حفاظا على حقوق اللعيبه، على حقوق النادي. فوجئت النهارده قبل ما اجي لسعادتك دلوقتي لعيب تاني مدة 96 دلوقتي قبل ما فيش نص ساعه قال لك ده فلان، انا ما اعرفش حتى اسمه، انا اعرف اسم الشهره بتاعه، سافر النهارده الساعه 4.